راجل مخابرات سابق فقد الأمل ويأس بسبب موت مراته الحامل بيقرر ينقذ بنت ما يعرفهاش من عصابة أعضاء ومخدرات بسبب بس إنها رجعت الأمل ليه من جديد، وبيقدر فعلا يسترجع قوته ويقضي على العصابة كلها وينقذ البنت منهم. وقبل ما نبدأ فيلمنا ما تنساش فولو ولايك وشير لو بتتابعنا على الفيسبوك، وتفعل زر الجرس وتشترك في القناة لو بتتابعنا على اليوتيوب. ويلا بينا نبدأ عظمة النهاردة. بيبدأ فيلم النهاردة بشاب غامض كان بيتمشى تحت المطر، وبيبدأ يفتكر حبيبته روكسي لأنها هي كمان كانت بتحب المطر، وبيفضل يفتكرها وهي بتغني له قد ايه هما كانوا سعداء مع بعض. وبنرجع للحاضر وبنعرف ان الشاب ده اسمه وسيم، وبيروح وسيم على مكان شغله واللي بيكون عبارة عن مكان بيشتري في الحاجات اللي الناس مش عايزاها وبيرجع يبيعها تاني من جديد. وهناك بيقابل بنت صغيرة باباها توفى اسمها نعومي، وبتكون متعودة تسرق كل يوم حاجة بسيطة وتيجي تبيعها له عشان تاخد قرشين تعيش منهم. ورغم ان وسيم بيبان حزين ووقح معاها، لكنه بيكون من جواه شخص طيب وبيعزمها على الاكل لما بيلاقي شكلها جعانة. وبتبدأ نعومي توري وسيم سلسلة لابسها عليها السيدة مريم، فبيفتكر روكسي لأن هي كمان كانت عندها نفس السلسلة. وبتبدأ نعومي تلاحظ إن إيد وسيم عليها علامات ضرب، فبتسأله هو أنت راجل عصابات؟ الكل هنا بيقول إنك عملت جريمة وجاي تستخبى في الشارع بتاعنا، حتى ماما حذرتني من التعامل معاك. فبيقول لها وأنت رأيك إيه يا نعومي؟ فبتقول له أنا شايفة غير كده. وفي اللحظة دي بتبدأ مامة نعومي تنادي عليها، ولكن نعومي بتقول لوسيم ما يقولهاش إن هي هنا وإلا هتضيع عليا العزومة الحلوة. وفعلا وسيم بيقول لها مفيش حد هنا، ولكنها بتقول له انها سامعه صوتها جوه، وانا قلت لك مش عايزه بنتي يكون ليها صله بيه. فبيرد عليها وبيقول لها ما هو ده اللي بيحصل لما بتضربي مخدرات كتير. وبنعرف ان مامة نعومي مدمنه مخدرات، وان هي كمان متعوده تبيع لوسيم حاجات كتير، وبتبيع له المره دي كاميرا وبتمشي. ولما بتروح نعومي البيت بتلاقي مامتها جايبه صاحبها، فمش بتستحمل اللي بتشوفه وبتروح لوسيم عشان تبات عنده لحد ما صاحب مامتها يمشي. وفي الليل بيهتم بيها وسيم وبيغطيها كويس، والصبح بيلاقيها سايبه له هديه بسيطه. وبيسهر بعد كده وسيم وهو لوحده، وبنعرف ان طول ما هو لوحده بيفتكر مراته وذكرياته الجميله معاها. وبنعرف ان الحزن اللي هو فيه ده بسبب ان روكسي ماتت. وبيروح وسيم يزور قبرها، ولكن وهو مروح بيلاقي البوليس ماسك نعومي وهي في مشكله كبيره عشان سرقت حاجه. ولما البوليس بيسالها باباكي فين بتشاور على وسيم لكنه بيسيبها وبيمشي. وبيروح لها وسيم بالليل وبيقول لها انت زعلانه مني، ولكن نعومي بتعيط وبتقول له انت استعريت انك تقول انك تعرفني زي كل الناس ما بتعمل، وبتسيبه وبتمشي. ولكن لما بترجع البيت بتلاقي شخص بيعذب مامتها، وفي نفس الوقت بيكتشف وسيم ان المحل بتاعه مكسور. ولما بيخرج علشان يعرف مين اللي عمل كده بيلاقي في حد بيخطف نعومي، فبيفضل وسيم يجري ورا العربيه، ولكن لسوء حظه مش بيلحقها وبيكون زعلان جدا. وبنرجع فلاش لشهر فات عشان نفهم اللي بيحصل. وبيظهر اتنين ظباط، واحد منهم كان بيكلف التاني انه ينظف المدينه من الاجرام والمخدرات. وبيبدا الظابط ده مهمته بيجمع الفريق بتاعه وبيوريهم صوره مجرم اسمه مانتو، فبيقول لهم المخدرات في المدينه يعني مانتو، وهو اللي بيجيبها وبيوزعها. وبعدين بيوريهم بقيه صور العصابه اللي بتكون شغاله برضه في تجاره الاعضاء وكذا حاجه تانية. ورئيس الشرطه بيقول للظباط انهم لازم يقبضوا على العصابه دي في اسرع وقت. وبيوصل الظابط وفريقه بعد كده الكازينو اللي بيتم فيه صفقه مشبوهه، وبيكونوا عايزين يقبضوا على فوتبول الدراع اليمين لمانتو. ولكن قبل ما تتم الصفقه مامة نعومي اللي بتكون شغاله رقاصه في الكازينو بتضرب الراجل اللي معاه البضاعه وبتسرقها، وبيطلب الظابط من رجالته انهم يمسكوه بسرعه قبل ما يمشي. ولكن بمجرد ما بيبداوا يهجموا عليه بيبان قد ايه هو قوي ومفيش حاجه بتحوق فيه، وبينزل فيهم ضرب كلهم. وبيدخل الظابط وبيضربه بالازاز على دماغه، وبيقدروا اخيرا يقبضوا عليه. ولكن طبعا علشان مفيش دليل ضد فوتبول بيخرج تاني يوم بسهوله. وبيكون مانتو متضايق جدا بسبب البضاعه اللي اتسرقت، وعمال يلوم كيفن قريبه انه ما اخدش باله كويس، وبيقول له البضاعه دي لو ما رجعتش هقتلك انت واخوك. ومن ناحيه تانيه بتكون مامة نعومي عامله وليمه هي وصاحبها بالبضاعه اللي سرقتها. وفي نفس الليله بيعرف كيفن ان اللي سرقت البضاعه هي مامة نعومي لانها الوحيده من الرقصات اللي بتشرب مخدرات. وبنرجع للحاضر وبنعرف ان رغم ان العصابه خطفوا مامة نعومي لكنهم ما اخدوش اللي عايزينه. وبيرجع وسيم البيت بالليل فبيلاقي العصابه عنده وبيقولوا له انت عندك حاجه تخصنا. ولكن وسيم بيطلع جامد وبيضرب فوتبول جامد. ولكن لما كيفن بيعرف بيتصل بوسيم وبيقول له انا عايز شنطه الكاميرا اللي مامة نعومي بعتها لك. ولكن لما وسيم بيرفض بيسمعوه صوت نعومي، وبيضطر وسيم وقتها يرجع شنطه الكاميرا لقتيله. وبيروح قتيله في اللحظه دي مخلص على فوتبول، وبيسيب تليفون لوسيم وبيمشي. فبيحاول وسيم يجري ورا العربيه عشان يلحق نعومي، لكن برضه مش بيلحقها. وبيرجعوا للبيت وبيتصل بالبوليس وبيحكي لهم اللي حصل. ومن ناحيه تانيه لما زعيم العصابه بيسمع عن قوه وسيم بيفكر يستخدمه ككبش فدا، وبيتصل بيه على التليفون اللي سابه له قتيله. وبيبدا وسيم يقول له انا هعمل لك اي حاجه بس ما تاذيهمش. لوك بيقول له انا عايز حاجه واحده بس، عمليه توصيل البضاعه تقوم بيها.
وتاني يوم فعلا بيروح وسيم يسلم البضاعة بالعربية اللي قالوا له عليها، وبيوصلوا لمكان البضاعة اللي كانوا شايلينها جوه خزنة في جيم، وبعد كده بيقولوا له يوصل البضاعة للمكان اللي فيه مانتو، وبعد كده يرجعوا لنعومي في نفس الليلة، وبيوصل وسيم لمانتو، ولكن بيكون كيفن ولوك مخططين انهم يغدروا بمانتو وبيبلغوا البوليس عن الصفقة. ولما بيعرف مانتو الغدر اللي حصل بيقول لكيفن انه هيقتله، وبيقول لرجالته لبسوا التهمة لوسيم وبيهرب، ولكن وسيم بيقدر يهرب وكمان بيفضل يطارد مانتو، وبيوصل البوليس وبيتعامل مع رجالة مانتو وبتبقى مذبحة، وبيفضل وسيم يطارد مانتو لحد ما مانتو بيخبط العربية بتاعته وبيقدر يهرب منه. ولكن وسيم بيتفاجئ بعد كده بان جثة مامة نعومي موجودة في شنطة العربية اللي كان راكبها وهي مقتولة، وكمان مسروق منها كل الأعضاء. ولسوء الحظ بيوصل البوليس لوسيم في اللحظة دي وبيقبض عليه، وبيبدأ التحقيق وبيكتشف البوليس ان وسيم ملوش سوابق ومفيش علاقة بينه وبين مانتو، وبيروحوا المحل بتاع وسيم عشان يعرفوا عنه معلومات أكتر، وبيلاقوا هناك جثة فوتبول. ولكنهم كمان بيكتشفوا حاجة غريبة، وهي ان وسيم مفيش أي معلومات في السجلات الرسمية عنه قبل 2008. وبيستمر التحقيق وبنعرف انهم خلعوا عين مامة نعومي وهي لسه عايشة، وان الموضوع أصعب مما حد يتخيل. ولكن بعد كده بيقدر وسيم انه يهرب، وبيظهر في الكاميرات قد ايه هو ماهر في فنون القتال لدرجة انه ضرب كل الضباط، وبيقدر كمان ياخد الفلاشة اللي عليها معلومات عنه وبيهرب. وبيحاولوا الضباط يشوفوا طريقة يفكوا بيها الملف المشفر بتاع وسيم، وفي الوقت ده بتلاقي العصابة صاحب مامة نعومي وبيفضلوا يعذبوه وبعدين بيقتلوه. وبعد كده بيودوا نعومي للعمة كارلا علشان تشغلها، وبتكون نعومي خايفة جدا. وفي الوقت ده بيقدر البوليس يوصل للمعلومات بتاعة وسيم، وبيعرفوا ان عبيه خاص للاستخبارات العسكرية، وانه كمان قاتل محترف ومتدرب بشكل كويس جدا على كل فنون القتال. وفي الوقت ده بيقدر كيفن ولوك يوصلوا لمانتو وبيكونوا ناويين يقتلوه، وبيكون البوليس في الوقت ده بيجمع معلومات اكتر عن وسيم من خلال الملف بتاعه، وبيعرفوا ان عبيل شاطر جدا، وان كل العمليات اللي اشترك فيها نجحت بفضله، وانه اخد نياشين واوسمه كتير ومتدرب تدريب عسكري عالي جدا. وفي الوقت ده بيكون وسيم بيحاول يجمع اي معلومات توصله لمانتو، وبيدخل على واحد من اللي يعرفوا اماكنهم وبيقلبها مجزره وبياخد المعلومات اللي عاوزها. وبنعرف في اللحظه دي ان وسيم اتعرض سنه 2008 لحادثه مع مراته، وهو دخل مستشفى عسكري وهي دخلت مستشفى مدني. ومن ناحيه تانية بيقدر وسيم في الوقت ده يوصل لواحد من اللي شغالين مع كيفن ولوك، وبيوصل وسيم للكازينو اللي فيه الراجل ده، وبيبعت له حد على ان زبون عايز يشتري منه اعضاء. وفي اللحظه دي بيدخل عليهم وسيم، ولكن الراجل ده بيطلع عليه مطوه، بس وسيم بياخد منه المطوه بيعوره وبيفضل يضربها في دراعه، وبيقول له فين نعومي؟ فالراجل بيقول له بعناها للعمه كارلا. ولما بيقول له مين العمه كارلا بيقول له اسالهم هم اللي يعرفوها. وفي اللحظه دي بيدخل قتيله وبيحاول يقتل وسيم، ولكنه بيقتل الراجل اللي معاه بالغلط، وبيفضل يضرب نار على كل ابواب الحمامات عشان لو وسيم مستخبي في واحد منهم يموت، ولكنه بيموت بنت تانية بالغلط. وبعد كده بيظهر وسيم وبيفضل يضرب في قتيله، وبينزلوا ضرب في بعض وبيكسروا الحمام، وبيهربوا لان البوليس بيكون في الطريق. وقبل ما وسيم يهرب كيفن بيرمي له تليفون محمول علشان يتواصل معاه من خلاله، وبيهرب وسيم قبل ما البوليس يمسكه، وبيحاول يطارد عربيه كيفن لكن كالعاده بيفشل. وبيتصل كيفن بيه بعد كده، ووسيم بيساله وبيقول له انتوا عملتوا ايه في نعومي؟ فبيقول له هنشيل عينيها ونبيعها الا لو وافقت تدخل السجن بدلنا 5 سنين وتلاقيها مستنياك على باب السجن. ولكن وسيم بيقول له انا هلاقيك وهقتلك ومش هحتاج حد يدخل السجن. ومن ناحيه تانية بيكون الضابط اللي ماسك القضيه مصر انه يقبض على وسيم لانه ضرب رجالته، ولكن بيجي واحد من الاستخبارات وبيقول له مالكش دعوه بوسيم. وفي الوقت ده بيكون وسيم بيجيب ادويه وبيروح البيت وبيشيل الرصاصه اللي اخدها بنفسه وبيقدر يعالج نفسه. لكنه في الوقت ده بيرجع فلاش باك وبيفتكر روكسي مراته اللي كانت حامل، وفي عز ما كانوا فرحانين بتيجي عربيه تخبطهم وبينزل واحد منها وبيضربه بالنار. ولكن قبل ما يقتله بيجي البوليس وبينقلوه المستشفى، لكن حياته بتتدمر بعد موت مراته. وبيتصل وسيم بعد كده بالبوليس وبيعرف منهم ان نعومي لسه عايشه، وبيقول لهم على كل المعلومات اللي يعرفها عن العصابه. ومن ناحيه تانية كانت نعومي لسه ما تعرفش ان مامتها ماتت، فبتقول لقتيله ممكن لو كنت بنت مطيعه تخليني اشوف ماما، فبيتاثر بكلامها. وبعد كده بتقدر الشرطه تقبض على واحد من موزعين العصابه واللي بيكون متنكر في شكل راجل معاق، وبيلاقي البضاعه مخبيها في العكاز بتاعه. ولما بيسالوه عن نعومي بيقول لهم اكيد العصابه مسرحاها في توزيع البضاعه على السياح. وفي الوقت ده بيكون وسيم قدر يوصل للمعلومات دي، وبيبدا يراقب واحد من الاطفال اللي بينقل البضاعه وبيفضل ماشي وراه، ولما بتاخد الشرطه بالها منه بيقدر يخلع بسرعه قبل ما حد يمسكه. وبتشوف الطفل ده وبيركب عربيه بعد كده، ولما البوليس بيقرب منه بيهدده بالمسدس بيروح ضارب الضابط وبينط من الشباك، وبيقدر يوصل للمعمل اللي بيتم تصنيع فيه المخدرات، وبيشوف الاطفال وهم بيساهموا في تعبئه المخدرات ومش بيكونوا لابسين كمامات ولا اي حاجه، واللي بيقع منهم بيعاملوه زي الفيران. وبيقدر وسيم انه يتسلل جوه وبيشوف المكان وقد ايه الناس دول وحوش، وبيفتح ثلاجه هناك وبيلاقي جثث مسروق منها كل الاعضاء
الأعضاء، وبيبدأ وسيم ينقذ الأطفال اللي هناك وبيقتل الحراس، وبيوصل لوكو بيديله طلقة في رجله وبيمسكه وبيفضل يضرب فيه جامد، وبيتصل بكيفن وبيسمعه صوت صريخ أخوه وهو بيعذبه وبيقول له هات نعومي وتعالى، وبيقفل في وشه. وبعد كده بيخرج وسيم الأطفال من المكان وبيربط لوكو بيفجر بيه المكان، وبيتصل بالظابط عشان يسمعه صوت الانفجار وبيقول له يجي علشان ينقذ الأطفال. ومن ناحية تانية بتسأل نعومي عن مامتها، فالدكتور اللي بيسرق الأعضاء بيقول لها إنها راحت لربنا وإحنا هنبعتك ليها، وبيكون معاها قتيلة وبيستعد الدكتور عشان يشيل عينيها. وبيوصل البوليس لمكان الأطفال وبينقذهم وبيقبضوا على كارلا ورجالتها. ولما وسيم بيلاقي كيفن اتأخر عليه بيروح له بنفسه للوكر بتاعه، وهناك قتيلة بيبدأ يضرب عليه نار عند رجله، وكيفن بيسأله تقرب ليك إيه علشان تموت علشانها. وبعد كده بيرمي عينين نعومي، ووقتها وسيم بيتجنن وبيمسك مسدس وبيبدأ يقتل في كل حراس كيفن، وبيفضل هو وقتيلة يضربوا نار على بعض. ولما بيظهر حراس تانيين لكيفن بيفضل يشرح فيهم بالمطوة وبيقدر يهزم جيش كامل لوحده. ولكن في اللحظة دي بيروح ضربه قتيلة ضربة في ايده، وبيكون قتيلة متمكن جدا وبيقدر يجرح وسيم، ولكن وسيم بيروح جرحه هو كمان، وبيدخلوا في قتال شرس مع بعض وبيسيبوا بعض بجروح خطيرة لحد ما بيقدر وسيم ياخد المطوة ويطعنوا بيها. وبيخرج وسيم ورا كيفن اللي كان بيحاول يهرب في عربيته، وبيضرب نار على تانك البنزين والعربية بتقف، وبيتصل كيفن بالشرطة وبيكون خايف جدا. لكن لما وسيم بيضرب نار على العربية بيفتكر انها عربية ضد الرصاص وبيفضل يستفز في وسيم، لكن وسيم بيطلع فوق العربية وبيفضل يضرب نار كتير على الإزاز لحد ما بيتشرخ، ومن خلال الشرخ بيضرب الرصاص على كيفن وبيقتله، وبيروح بعد كده مفجر العربية. وبيفضل وسيم يعيط وبيحس انه خسر كل حاجة، وبيبدأ يفتكر مراته ونعومي اللي ماتوا، وبيكون هيضرب نفسه بالنار لأنه يائس جدا. ولكن في اللحظة دي بيسمع صوت جاي من وراه، وبتظهر انها نعومي اللي كانت سليمة وما ماتتش، وبتجري عليه وهي بتعيط وهو بياخدها في حضنه. ولما بيوصل البوليس بيلاقي جثة الدكتور اللي بيسرق الأعضاء وعينه مش في مكانها، وبنرجع فلاش باك وبنكتشف ان لما الدكتور كان على وشك انه يخلع عينين نعومي قتيلة أنقذها. وبيجي البوليس وبياخد وسيم ونعومي، ولكن وسيم بيصر يشتري لنعومي حلويات قبل ما يقبضوا عليه وبيضحك لها. وبكده بيخلص فيلمنا النهارده. ما تنساش فولو ولايك والشير وتقول لنا رأيك في التعليقات لو بتتابعنا على الفيسبوك، وتفعل زر الجرس وتشترك في القناة لو بتتابعنا على اليوتيوب، وهتلاقي لينك البيج تحت في الديسكريبشن. سلام.